اهلا بيكم مع فيديو جديد، وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد، وانا عشان بحبك هقول لك اكيد. بيبدا فيلمنا النهارده مع البنوته دي واللي اسمها ميلين، وبتعرفنا اهم قاعده عندها وهي احترام بابا وماما، لان هما السبب اننا موجودين وهما اللي اهتموا بينا في كل تفاصيل حياتنا. بس هي خلاص بقى عندها 13 سنه وبقت كبيره وما بقتش صغيره، ده طبعا في وجهه نظرها. وبتروح المدرسه وبتعرفنا على اصحابها، واولهم اللي قدامكم دي واسمها مريم، والتانية بريا وواضح انها المثقفة بتاعتهم، والتالتة المفترية دي واسمها ابي. بيبان ان ميلين قد ايه دحيحة، وكمان بتشترك في كل نشاطات المدرسة. بس بالرغم من ده كل اللي في المدرسة شايفينها مزعجة جدا، بس هي مش مهتمة برأيهم. وهم خارجين بيعدوا على محل جنب المدرسة، وبيكون واقف فيه واحد اسمه ديفون، وشكلهم كلهم بيكراشوا عليه. وميلين بتقول لهم مش اللي هو يعني، وكل فريق فور تاون احلى منه بكتير. وبعدين بتروح ميلين على شغلها في المعبد بتاع عيلتها، وهناك بتوري مامتها درجاتها في الامتحان وانها جايبه درجه كويسه. وبنشوف في المعبد صور لكل عيلتهم، وبيقولوا للسياح ان جدتهم الكبيره كانت بتدافع عن الحيوانات وخصوصا دب الباندا الاحمر. وبالليل وهما بيتفرجوا على التلفزيون بتشوف ان فريقها المفضل فور تاون هيجي البلد قريب، وبتفرح جدا. ولما مامتها بتسالها مين دول بتقول لها دول فريق كده مريم صاحبتي بتحبه. وميلين وهي في اوضتها بتفضل ترسم صور ليها هي وديفون في الوقت اللي مامتها بتدخل فيه الاوضه وبتشوف الرسومات. وبتروح لديفون على المحل وبتزعله جامد علشان ما يجيش ناحيه ميلين تاني، وبتوري له الرسومات بتاعتها. بس طبعا الموقف كان محرج جدا لميلين، وكل اللي هناك كانوا بيتريقوا عليها بسبب الرسومات. وبتروح ميلين وبتنام اليوم ده وهي غضبانه جدا من اللي حصل، وبتحلم بحلم غريب عن المعبد وفي نور بيطلع منه وصورة جدتها اللي بيطلع منها أرواح. وبتصحى ميلان عشان تلاقي نفسها اتحولت لدب باندا أحمر كبير، وبتفضل تصوت في الحمام. فمامتها بتفتكر إنها خلاص كبرت وبتحاول تساعدها. وبتتفاجئ ميلان إنها لما بتهدى بترجع لطبيعتها، بس لما بتتحمس بزيادة بترجع تاني باندا. وبتروح المدرسة وبتحاول تتصرف بهدوء علشان ما تتحولش، لكن مامتها ما بتديلهاش فرصة لكده، وبتجيلها المدرسة علشان نسيت تديها حاجة وبتكسفها قدامها. وطبعا ميلان انفعلت وتحولت للباندا الأحمر في وسط الفصل، بس لحقت نفسها وطلعت تجري. ومامتها فضلت تجري وراها في المدرسة وفي الشارع لحد ما أخيرا وصلت للمعبد بتاعهم. دخلت ميلين اوضتها وفضلت تعيط، وهما فضلوا يهدوها، بس باباها غلط وقال لها ان التحول حصل بدري. وهنا بنعرف حكايه الباندا، وان جدتها زمان وقت الحرب اتمنت امنيه انها تقدر تحمي اطفالها، والقمر الاحمر حقق لها الامنيه دي وبقت تقدر تجمع مشاعرها وتتحول لدب احمر باندا كبير. وان الامنيه دي اتنقلت لكل احفادها ومنهم ميلين ومامتها. وميلين بتنزعج جدا من جدتها، بس مامتها بتقول لها ان في علاج لحالتها، بس لازم يستنوا القمر الاحمر وده هيظهر بعد شهر. وبيحضروا لها اوضه فاضيه خالص وما فيهاش غير مرتبه واحده علشان تنام فيها من غير ما تعمل اي حوادث. وتاني يوم الصبح اصحابها بيجوا لها علشان يعرفوها ان الفريق وصل، بس بيتفاجئوا بشكلها وهي دب، وبيقعدوا يتفرجوا على شكلها الجديد، وبتفهمهم مشكلتها وهم بينجحوا يهدوها وترجع لطبيعتها. وبتكتشف ان وهي مع اصحابها ما بتتنرفزش، فكده مش هتتحول. وبيقولوا لها على الحفله، فبتطلب من اهلها، وطبعا مامتها ما بتوافقش علشان خايفه عليها وهي هناك انها تتحول. في نفس الوقت اللي بيجي لها مكالمه من مامتها اللي بتقول لها انها عرفت بملم من الاخبار وهتجيلها وتجيب التعزيزات معاها. وبتروح ميلين تاني يوم المدرسة لأصحابها اللي برضو أهاليهم موافقوش إن هم يروحوا الحفلة، فبيتفقوا إنهم يروحوا الحفلة من ورا أهاليهم، بس إزاي هيجيبوا فلوس التذاكر. وميلين كانت متحولة للباندا لما دخل عليها أصحابها من المدرسة وشافوها وطلعوا بيحبوا الباندا جدا. ومن هنا بتجيلهم الفكرة إنهم يخلوا كل الطلاب يتصوروا مع الباندا مقابل فلوس، وكمان يبيعوا اكسسوارات للباندا لحد ما بيجمعوا معظم الفلوس. وصاحبهم الرخم ده بيطلب منها انها تيجي عيد ميلاده او هيقول لمامتها على صور الباندا، فبتوافق بس بشرط انه يديها باقي فلوس التذاكر. بس وهي رايحه عيد الميلاد بتتفاجئ بجدتها وخالاتها جايين عشان تقوس طرد الباندا منها. وجدتها بتقول لها انها كل ما تطلع الباندا هيبقى صعبه تتخلص منه بعد كده، وانه هيكون السبب انها تبعد عن مامتها. وبتروح ميلين العيد ميلاد بس في الاستخبص كده، وبتكون لابسه لبس الباندا علشان ما تتحولش تاني، لكنهم ما بيحبوش اللبس وبتضطر تتحول للباندا الحقيقيه، وبتقول انها اخر مره. بس مامتها بتشوف الاكسسوارات اللي هي بتبيعها تحت السرير، وكمان بتلاقي امتحاناتها وبتكون جايبه درجات اقل. ومن وهي في عيد الميلاد بتعرف ان حفله فور تاون في نفس اليوم بتاع القمر الاحمر، فبتتضايق جدا وكانت هتضرب الواد الرخم ده، بس مامتها دخلت في اخر لحظه ولحقتها، وفضلت تزعق لاصحابها عشان في رايها ان هم اللي بيحرضوها تعمل كده. وميلين ما دفعتش عنهم ومشيت مع مامتها. وباباها بيشوف الكاميرا بتاعتها وبيشوف قد ايه كانت مبسوطه وهي بتلعب مع اصحابها وهي باندا، وبيقول لها الباندا مش وحش، ده جزء منك وانت اللي بتحددي اذا كان خير ولا شر. وبيجي وقت القمر الاحمر وبتبدا الطقوس، وبيحطوا ميلين في دايره ويفضلوا يغنوا حواليها لحد ما خلاص كانت هتتخلص من الباندا. بس في اخر لحظه ما
مرضيتش وقالت لهم انها هتفضل كده وطلعت تجري. بس مامتها غضبت قوي لدرجه ان سلسلتها اللي هي حابسه فيها الباندا بتاعتها اتكسرت والباندا بيطلع. وميلين بتروح لاصحابها في الحفله وبتعتذر لهم، وكمان بتلاقي الواد الرخم هناك، وبتطلع الفرقه وتبتدي تغني والمسرح بيولع وهم بيهيصوا خالص معاه. بس بتلاقي مامتها مره واحده وهي متحوله لباندا ضخم جدا وبتبدا تدمر في المكان بتاع الحفله. وبنلاقي بقيه العيله جت هي كمان وبيقولوا لها لازم ننقذ مامتك. وبتتحول ميلين لباندا وبتحاول تثبت مامتها جوه الدايره علشان يعملوا الطقوس ويرجعوها تاني. وبتخبط مامتها وتوقعها على الارض وتحاول تشدها عشان تدخلها الدايرة، بس ما كانتش قادرة. فجدتها بتكسر الحاجة اللي حابسة فيها الباندا بتاعها وبتحاول تساعدها، وخالاتها بيعملوا كده هما كمان، وكلهم بيحاولوا يساعدوا بعض كعيلة واحدة لحد ما بينجحوا في الآخر إنهم يدخلوها في الدايرة. وبيحاولوا يغنوا علشان يشغلوا التعويذة، بس عددهم كان صغير. وهنا بيظهر أصحاب ميلين وبيبدأوا يغنوا هما كمان، وكمان فرقة فور تاون بتساعدهم وبيغنوا. وأخيرا بتشتغل الدايرة وميلين بتلاقي نفسها في عالم غريب، وبتلاقي مامتها هناك بس بتكون طفلة صغيرة وبتكون بتعيط. بس ميلين بتهديها وبتاخدها لبقية العيلة، وبيخرجوا كلهم من المراية دي اللي بتفصلهم عن الباندا اللي جواهم. بس ميلين ما بترضاش تخرج وبتقول لمامتها انها هتحتفظ بالباندا، بس في نفس الوقت مش هيأثر على علاقتهم ببعض. وبترجع علاقتها بمامتها كويسة وبترجع تشتغل معاها في المعبد، بس المرة دي وهي على شكل باندا. وبيعملوا فلوس كتير بس بيحوشوها علشان يدفعوا تصليح مكان الحفلة اللي مامتها دمرتها خالص وهي متحولة لباندا. وبتفضل عايشة حياتها هي والباندا اللي جواها مع بعض في سلام.